السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم موضوع مهم يخص كل دار جزائرية بلا استثناء. موضوع السميد المدعم اللي راهو يتباع بأسعار مش قانونية في بعض المحلات. كاين حملة تبليغ واسعة ضد كل تاجر يرفع سعر السميد فوق السعر الرسمي، ولازم نكونوا واعيين وش راه صاري. تبعوا معايا. جمعية حماية المستهلك راهي أعلنت على حملة تبليغ ضد أي تاجر يبيع السميد المدعم فوق السعر المحدد من الدولة. الأسعار الرسمية هي كالتالي: 1 كيلو ب4000، 5 كيلو ب21 ألف، 10 كيلو ب41 ألف عفوا، و25 كيلو ب100 ألف. أي زيادة على هذه الأسعار تعتبر مخالفة قانونية ومضاربة، يعني ماشي غير غلاء، راهي مخالفة يعاقب عليها القانون. المشكل وين؟ كاين بعض المحلات تبيع 10 كيلو اللي سعرها الرمزي 41 ألف تلقاها ب45 ألف حتى 55 ألف، وهنا المواطن هو اللي يخلص الفرق. السميد راهي مادة أساسية في كل دار جزائرية، والدولة راهي تدعمها باش تكون في متناول الجميع، ماشي باش بعض الناس يستغلوها ويرفعوا فيها الأسعار. الحملة هذه تتكفل بنقل كل الشكاوي للمصالح المعنية ومتابعتها قانونيا. يعني إذا شفتي مخالفة التبليغ راهو واجب، وراه كذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لازم نكونوا يد واحدة وما نسكتوش على حقنا، بس في نفس الوقت نبلغوا بطريقة قانونية ومحترمة. في الأخير وعي المستهلك هو أقوى سلاح. كي نكونوا واعيين بالأسعار الرسمية ما يقدر حتى واحد يستغفلنا. إذا صارت لك حالة كيما هذه وش رأيك؟ وهل تشوف باللي التبليغ يحل المشكل ولا لازم رقابة أكثر صرامة؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشاركوا الفيديو باش توصل المعلومة لكل الناس. في حفظ الله ورعايته، في فيديو قادم إن شاء الله.